الجزائر بلد مرت عليه جيوش وثقافات وتجار في مختلف العصور ومن مختلف بقاع الأرض. تأثرت عملتها الدينار بهذه المتغيرات حتى صارت معبراً أصيلاً عن هويتها العربية والإسلامية. الدينار تعريب للكلمة اللاتينية ديناريوس والكلمة اليونانية ديناريون، وتعني القطعة المعدنية. لما حكم العثمانيون الجزائر أقاموا دورا لسك العملة العثمانية ليتم تداولها في الأسواق الجزائرية استعاضة عن نقلها من اسطنبول. في البداية تم سك النقود الفضية والنحاسية وعرفت باسم الخراريب، ثم بدأ سك العملة الذهبية فيما بعد. وكانت العملة العثمانية التي تسك في الجزائر صورة طبق الأصل من العملة التي تسك في اسطنبول من حيث الشكل والوزن والقيمة، بل أن قوالب السك نفسها كانت تأتي من اسطنبول وتسلم إلى دار السك الجزائرية وعليها أسماء سلاطين آل عثمان. ولما احتلت فرنسا الجزائر في عام 1830 كانت النقود المتداولة في بلاد الجزائر في البداية خليطاً من النقود العثمانية التي كانت سائدة قبل الاحتلال الفرنسي، مثل السلطاني ونصف السلطاني والربع، وجميعها من الذهب. تولى الأمير عبد القادر الجزائري قيادة المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي، وتحصن في قسنطينة شرق الجزائر. ولإظهار عدم خضوعه للسيادة الفرنسية قام عام 1835 بطرح أول عملة جزائرية للتداول في المناطق التي كان يسيطر عليها، تعبيراً عن إرادة الاستقلال والسيادة. سك الأمير عبد القادر عملتين، إحداهما باسم المحمدية والأخرى باسم الدورو من الفضة، وأطلق الجزائريون عليها اسم بو مدفع أو بو عمود. لوحظ أن العملة التي سكها الأمير عبد القادر كانت تخلو من الأسماء والألقاب التي كانت صفة ملازمة في مسكوكات سلاطين آل عثمان، كما تميزت عن العملة الأجنبية ذات الشارات والرموز المسيحية، مما يعد نقطة تحول كبرى في تاريخ الجزائر الحديث. ورغم الجهود التي بذلها الأمير في ميدان الإصلاح المالي، فإنه لم ينجح في إقرار نظام نقدي مستقل، ولم تكن النقود الجزائرية المحدودة كافية لسد حاجة السوق، مما أدى إلى تداول النقود الأجنبية بكثرة، وتم تداول الفرنك الفرنسي في الجزائر كعملة رسمية طيلة فترة الاحتلال. بعد استقلال الجزائر في يوليو من عام 1962 أصدر الجزائريون عملتهم تأكيداً للسيادة الوطنية، حيث ظلت العملة الفرنسية سائدة في الجزائر حتى الأول من يناير من عام 1964، حين أصدرت الحكومة الجزائرية الدينار الجزائري للتداول بدلاً من الفرنك الجزائري الفرنسي. وقد تولى البنك المركزي الجزائري مسؤولية إصدار النقود الوطنية وتداولها.
مع مطلع الثمانينات الدينار الجزائري يعيش أسوأ أيامه بعد سحب الورقة من فئة 500 دينار جزائري لتعرضها لعملية تزوير واسعة. عندما تدهور سعر النفط بشكل مفاجئ في عام 1986 تأثر النشاط الاقتصادي، وأصيب الدينار الجزائري بضعف قوته الشرائية في أسواق التبادل التجاري. وفي عام 1994 وتزامنا مع أحداث العنف التي مرت بها البلاد انخفضت قيمة الدينار الجزائري بنسبة 40% بعد إبرام الجزائر اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي. حاولت الحكومة الجزائرية على مدار سنوات التخلص من مشكلاتها الاقتصادية باتخاذ خطوات إصلاحية للرفع من قيمة الدينار التي كانت قد تدهورت في السنوات الأخيرة، أملا في إعادة قيمة الدينار إلى القيمة التي صدر بها بعد الاستقلال. في بلد مترامية الأطراف يعد الأكبر عربيا من حيث المساحة، يأتي الدينار المولود بعد الاستقلال ليشهد عصرا جديدا في تاريخ الجزائر، ويوحد الشعب وراء عملة وطنية واحدة نحو المستقبل.